في رمضان الفطار مش مجرد وجبة نفطر بيها بعد الصيام. فطار في رمضان هو اللي بيحدد هتحس بإيه طول الليل، طاقة ولا خمول، نشاط ولا تعب، وكمان بيأثر على نومك وتمرينك وصحتك. وناس كتير بتفطر أكل تقيل وسكريات وتستغرب ليه تعبانة أو بتزيد في الوزن في رمضان. شفائيات. أول فرق استعادة الطاقة بعد الصيام. الفطار الصحي بيعوض الجسم الطاقة اللي فقدها أثناء الصيام، وبيبدأ بمية تمر باعتدال، وبعدين بروتين وكربوهيدرات معقدة، وده بيرفع السكر في الدم بشكل تدريجي. الفطار غير الصحي بيعتمد على كميات كبيرة من المقليات والحلويات، وده بيرفع السكر بسرعة، وبعدها يحصل هبوط يخليك كسلان وتعبان حتى لو أكلت كتير. تاني فرق الهضم والشعور بالراحة. الفطار الصحي بيكون خفيف على المعدة وبيقلل الانتفاخ والحموضة، وبيخلي الجسم مرتاح ومستعد للحركة أو الصلاة، خصوصاً بعد يوم صيام طويل. الفطار غير الصحي بيجهد الجهاز الهضمي وبيسبب ثقل وكسل، وأحياناً حرقان أو انتفاخ، وده يخليك مش قادر تتحرك أو تركز. ثالث فرق التحكم في الوزن خلال رمضان. الفطار الصحي بيساعدك تتحكم في السعرات وبيشبع لفترة أطول، وبيقلل الرغبة في الحلويات بالليل، وده يخليك تطلع من رمضان من غير زيادة وزن. الفطار غير الصحي بيزود السعرات جداً وبيفتح الشهية أكتر، وبيخلي الحلويات تبقى عادة يومية، وده من أهم أسباب زيادة الوزن في رمضان. رابع فرق التركيز والطاقة أثناء الصلاة والقيام. الفطار الصحي بيدي طاقة مستقرة وبيخلي التركيز أحسن في التراويح والقيام من غير نعاس أو هبوط، وده مهم في العبادة. الفطار غير الصحي يسبب خمول بعد الأكل ونعاس تقيل، وأحياناً صداع أو كسل، وده يأثر على الصلاة والتركيز. خامس فرق الصحة العامة على المدى الطويل. الفطار الصحي بيدعم صحة القلب وبيحافظ على استقرار السكر والضغط، وبيقلل الالتهابات في الجسم، وبيخلي رمضان فرصة لتحسين صحتك. الفطار غير الصحي بيضغط على الجسم وبيزود الدهون والالتهابات، ومع التكرار ممكن يطلعك من رمضان وانت أقل صحة من قبل. الخلاصة، الفطار الصحي في رمضان بيعوض الطاقة ويريح الهضم ويساعد على ثبات الوزن ويحسن التركيز في العبادة ويحافظ على صحتك. أما الفطار غير الصحي فهو تعب مؤقت وضرر طويل. خلي رمضان فرصة تصالح مع جسمك. اعمل لايك لو استفدت، واشترك في القناة علشان توصلك نصايح بسيطة تناسب رمضان، واكتب في الكومنت فطارك في رمضان غالباً صحي ولا تقيل.